في الحالة ديت الكورة وقفت، لازم تقف. يبقى بعد سنة واتنين هيبقى عامل ازاي؟ لو كان نزلوا كان فرق في الماتش ده جامد. جرأته على الماتش هتبقى عاملة ازاي؟ يا جماعة محمد هاني بيلعب كذا مركز، مش مركز واحد في الماتش. لو في الملعب هو لحق يلعب. انت بناء على ايه؟ هو ده رأيه، راجل مدرب وراجل لاعب كورة. صالون الصالحين في المونديال مع الأسطورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني حلقات صالون الصالحين في المونديال. قلنا لكم ان احنا ان شاء الله معاكم قبل كل مباراة لمنتخب مصر وبعد كل مباراة هنحلل وهنقول كل حاجة وهنتكلم بمنطقية ومن قلبنا. احنا لا نقى ولا جمل، يعني ما بناخدش الكلام من حد ولا بنقول الكلام اللي الناس عايزانا نقوله. احنا بنقول الكلام اللي احنا شايفينه على ارض الواقع. منتخب مصر قدم كرة عالمية، وده طبعا بشرة خير، وصالون الصالحين اول مرة يتعمل واول مرة منتخب مصر يقدم حاجة كبيرة في كاس العالم، مونديال على اعلى مستوى، مباراة كبيرة. نرحب بضيوفه طبعا اللي وشهم حلو على منتخب مصر، الكابتن محرم الوي اللي انا سعيد جدا ان انا معاه في هذا البرنامج. اهلا وسهلا كابتن محمد، ويعني احنا بنزيد شرف ان احنا بنيجي نحلل مع في الاستوديو بتاعك. كابتن ساهر حسن دائم الابداع، واللي احنا ضيوف عنده هنا في المكان في صالون الصالحين، والاسم طبعا اسم البرنامج صالون الصالحين في المونديال. طبعا واحنا هنا في صالون الصالحين بنرحب بيك معانا. تشرفنا بك يا كابتن أسطورة، وإن شاء الله من تقدم لتقدم لمنتخب مصر. مباراة كبيرة قدمها منتخب مصر، كابتن حسام حسن وكل اللاعيبة دون استثناء. هسأل ضيوفي، ولكن قبل ما اسأل ضيوفي عن الموضوع ده، توقع كابتن محرم طلع صح. قال لي المباراة تخرج تعادل. انا استغربت، انا عن نفسي كنت بتمنى الفوز، وطبعا انا لحد دلوقتي ما انا شايفها غير 1-0 لمصر. كابتن محرم منين جالك التوقع ده والاحساس ده؟ اولا هي دي احسن نتيجة ممكن تكون في مباراة اولية لمنتخب مصر في كاس العالم، فاننا نتعادل مع بلجيكا. انا كنت بتمنى كده، رغم ان كلنا كنا عايزين الفوز، ولكن بواقعية التعادل نتيجة هايلة جدا جدا لمنتخب مصر. انت بتلاعب اقوى فريق في المجموعة، مصنف رقم 9 على العالم، اللي هو منتخب بلجيكا. فلما اخد منه نقطة في اول مباراة واخش في اجواء البطولة بعد كده، اقدر اكسب واللعيبه تاخد ثقة، اقدر اكسب نيوزيلندا الماتش الجاي يوم الاثنين ان شاء الله فجر الاثنين، واقدر اكسب ايران بطل اسيا. وانا بشد على ايد حسام حسن وبدعمه من كل قلبي في اختياراته وفي تشكيله وفي الاداء وفي التكتيك المفاجئ لنا كمصريين كلنا في هذه المباراة. ناخد طبعا من كلام كابتن محرم كلام طبعا منطقي وكلام جميل. كابتن سيد حسن، كابتن محرم طبعا تطرق لموضوع ان احنا المباراه الجايه نيوزيلندا وبعدها ايران ونيوزيلندا كانوا لعبوا طبعا مباراه بعد مباراه مصر، كانت الساعه 4 الفجر، انتهت 2-2. طبعا سير المباراه نيوزيلندا تقدمت في الدقيقه 7، ثم طبعا ايران اتعادلت في الدقيقه 23 او 24 تقريبا، ثم الشوط الثاني نيوزيلندا جابت الثاني، ثم ايران اتعادلت. شايف ده ازاي؟ وشايف التعادل في مصلحه مصر، ولا شايف ان احنا كنا المفروض حد يكسب في الفرقتين؟ والله هو التعادل بين ايران ونيوزيلندا مصلحه لمصر، ده اولا. يعني ثانيا ان هو من مصلحه مصر دلوقتي ان الدفاع باين انه ضعيف في الجنبين، والهجوم بتاعهم قوي في الجنبين. فاحنا نأمن دفاعنا ان شاء الله، وان شاء الله نعمل اللي علينا وهنكسب ان شاء الله، لان احنا لعبنا الصعب لسه السهل. بس اما ماتش بلجيكا بصراحه انا زعلان جدا، لان انا قلت 2-1 فعلا، كورتين كنا ممكن نقدر نجيبهم جونين، او ضربة الجزاء او الفاول، حتى لو الحكم ما حسبهاش هي دي كانت خلصت الماتش على الاقل. بلجيكا خدت النقطة دي تعتبر فوز، مش طبعا لان احنا اساسا فريق كبير، ما احناش فريق صغير ولا يستهان به. كابتن محرم من كلام الكابتن سيد ده باين امبارح، وصحف العالم كلها اتكلمت عن منتخب مصر واداء منتخب مصر ورجوله لعيبه منتخب مصر، والكل اتحدث وسال سن محمد هاني كام وعنده كام سنه، عشان طبعا يجي له عروض وكلام من ده. ولكن انا مش هروح للحته دي، انا هروح بقى للتصريح المهم. كورتوا حارس مرمى ريال مدريد اللي هو النادي الافضل في العالم وحارس مرمى بلجيكا، قال بعد المباراه في تصريح مهم ان هو فرحان بنتيجه التعادل، وان ده تعادل عادل بالنسبه لهم، وان منتخب بلجيكا اعترف بان منتخب بلجيكا عانى قدام منتخب مصر. اما كورتوا من افضل حراس المرمى في العالم او في التاريخ، لما يقول كده ويشهد الشهاده ديت حاجه جميله جدا جدا لمنتخبنا، ودي بشرة خير ان شاء الله ان احنا بنسبه 100% واصلين للدور الثاني ان شاء الله. اما بالنسبه لمحمد هاني
برضو انا ما انساش ان انا اشيد به من افضل لعيبه المنتخب بالامس. لولا امام عاشور جاب الجون كان هو يبقى رجل مباراه محمد هاني. كابتن السيد حسن، قبل المباراه انا سالتك عن التحكيم وقدمت رساله كبيره للاعيبتنا وقلت لهم ما تركزوش مع التحكيم، والا لو في حاجه مهمه او هدف او ضربه جزاء ما اتحسبتش لمصر او كلام من ده. وبالفعل كان في ضربه جزاء لزيزو فيها شك، ناس قالت ان هي من بره ال 18، ناس قالت ان هي ضربه جزاء ومن جوه. شايف ده ازاي؟ انا مش هحط على ضربة الجزاء او مش ضربة الجزاء او الفاول اللي هي او كده. انا لو ان شاء الله يعني كنا جبنا الجون بتاع زيكو او بتاع كرة امام كنا خلصنا الماتش 2-1، فما كناش مستنظرين ضربة الجزاء تجي، بس ده حقنا زي ما احنا بيبقى اتحسب علينا. ونفس الكرة دي اتحسبت على فكرة في قلب الماتش نفسه، لان احنا اساسا دايما كده الحكام اللي هي في الساحة بتدور على الفريق اللي ممكن تسيبه منه، وفي فريق كده لازم يتحسب له كله. شايف ان في تعامل؟ ايوه ايوه في اخر دقايق يعني ممكن تيجي جون. شايف ده فعلا يا كابتن محرم نفس كلام الكابتن سيد؟ شايف ان طاقم التحكيم والفار كانوا ضد مصر؟ انا بختلف شويه معلش. هو نقول اللي لنا واللي علينا. هي اللعبه من بره، ولو كانت من جوه كانت تحسب ضربه جزاء لا محاله، لان كان الفار هيستدعي الحكم ويقول له احسبها ضربه جزاء. لكن هي عشان من بره الفار ما اتدخلش. الفار مش من حقه يتدخل في لعبه خارج المنطقه. تاني حاجه انا شايف ان الحكم اداؤه يعني في كوره اعترضنا عليها انه حسبها فاول علينا، هو عمل نفس اللعبه مع البرازيل، نفس الصفاره هنا كانت نفس الصفاره هنا. انا راعي على الجون حتى لو معاه لاعب تاني هيغطيه المفروض هيديله انذار. ففي الحاله ديت الكوره وقفت لازم تقف، لان ليه فاول او ضربه جزاء سوى دي او سوى دي في انذار. ازاي مش من حقه؟ يعني هو كابتن محرم بيقول لك ان هي الكوره هي فيها دفعه فيها شد، بس هي من بره. لكن الفار مش من حقه قانونا. دي المفروض نطالب بالتعديل، ان كور اي هجمه مؤثره حتى لو من خارج منطقه الجزاء هتؤدي الى طرد او انذار او لعبه. يعني فاول زي ده بنسبه 70% جون. ايوه، ولو اتحسب فاول ممكن يبقى جون بسهوله يعني. فدي المفروض نطالب بيها، ان الفار يتدخل في اللعبات الحساسه اللي هي خارج منطقه الجزاء. يعني هي حاجه جميله ان انا مش متخيل لحد دلوقتي وحاسس ان انا بحلم ان احنا نبقى بنلاعب بلجيكا التاسع على العالم، وبلجيكا هو اللي يتعادل معانا، وقاعدين في الاستديو بنتكلم ان كان لينا ضربه جزاء مش نتعادل بيها نكسب بيها. فده حاجه تخلي الواحد يعني يشعر بالفخر. كابتن السيد حسن، عايز اسالك على حاجه اثارت جدل الجميع وناس كتير اتكلمت فيها، رغم ان احنا شفنا بعد يعني الناس كلها اتكلمت ان صلاح خارج متضايق، ان صلاح ازاي يتغير. كابتن حسام غير صلاح ما يطلعش من الملعب. ناس قالت صلاح كان كويس في المباراه دي لاول مره مع منتخب مصر من فترات كبيره فما يخرجش، وناس قالت لا صلاح خلاص كان بدنيا واقع. شايف ده ازاي؟ وشايف الناس اللي بتقول ان هو صلاح خلاص اتقمص وصلاح زعل وصلاح عمل، رغم ان احنا شفنا صلاح وقت ما كابتن حسام حسن كان بيتكلم مع الحكم على ضربه الجزاء بتاعه زيزو وبيقول له بيحضنه، صلاح قام عشان يلحق كابتن حسام ويترجم ويدافع عن المدير الفني بتاعه. وهنا طبعا بناخد مننا ان مفيش اي مشكله حصلت، او ان صلاح متقبل الوضع وعادي تغييره زي اي لاعب في الملعب متاح ومعرض ان هو يخرج في اي وقت. صلاح طبعا لاعب كبير ولاعب مهم ومؤثر حتى لو باسمه. في نفس الوقت برضو احنا لما نيجي ندور هتلاقي ان صلاح تفكيره مش تفكير لاعب صغير. يعني هو حتى لو طالع انه زعلان او كان يقدر يكمل فهو عمره ما يبين للكاميرا ان هو يبقى زعلان، عشان كده قام وركز ان هو ياخد الكابتن حسام معاه. دي النقطة اللي انت بتتكلم فيها. اما النقطة التانية ان صلاح يقدر يدي او ما يقدرش يدي، هو ده تفكير مدرب. معلش انت ممكن تبقى نجم عالي بس انا محتاجك الماتش الجاي. ممكن مثلا اخاف عليك العود تتكسر، ممكن اخاف عليك العود تتكسر بس هو في غلطة هنا الله اعلم بقى من الكابتن حسام. يعني مثلا كان ممكن يدي تريزيجيه بدل ابراهيم عادل، لان ابراهيم عادل انا شايفه انه بعيد قوي. يعني تريزيجيه اللي اقرب من ابراهيم عادل، حتى لو لاحظت ان ابراهيم عادل ما عملش حتى لو في دقيقه ما عملش حتى ضغطه واحده، فدي اللي انا مستغرب له. بس كابتن محرم، شايف خروج صلاح كان خروج ايجابي ولا سلبي على المنتخب؟ هو خروجه كان خروج ايجابي، لان احنا شفنا اخر تلت ساعه في المباراه
كانت بلجيكا شددت ونزلت الاوراق الرابحه بتاعتها كلها، وشفنا الاجنحه كلها نزلت، فكان لازم انزل دم جديد وتغيير في محله. فانا مش شايف فيها اي حاجه ولا فيها اي غضاضه، وانا شايف الامور. صلاح لاعب زي اي لاعب في منتخب مصر، زي اي لاعب في اي فريق، بيسمع كلام المدرب قال له اخرج هيخرج، شيء طبيعي، لان دي فعلا انا ممكن محتاجه، بوفر جهده، انا محتاج دم جديد، محتاج. احنا كنا بالنادي بنقول يا حسام غير عشان نحافظ على التعادل بدل ما نخسر ال3 نقاط كامله يعني. ناخد من كلام كابتن محرم، فعلا احنا معظم الجماهير واحنا بنتفرج على المباراه كلنا طالبنا ان احنا محتاجين تغييرات، محتاجين اي حد ينزل بس نغير، عشان بدنيا والرطوبه والحراره كانت مأثره بشكل جامد على المنتخب. وانا شايف واحساس والله اعلم والنتيجه بتاعت ربنا، ولكن حاسس ان لو رام ربيعه او التغييرات عامه كانت بدري شويه كان ممكن الهدف ما يجيش في مصر، ونفضل محافظين على الهدف مقابل لا شيء ونسجل الثاني. ما هو المدرب بتاع بلجيكا نفسه قال لك احنا كنا متوقعين ان مصر هتدخل فينا الجون الثاني، يعني المدير الفني بتاعهم قال لنفس البق ده. كورتوا قال احنا قدام فاحنا بقى لو كنا يا اما نأمن الجون صح، يا اما كنا هاجمنا عليهم نغطي الجون بجون. شايف كابتن حسام فكر في ايه اللي خلاه يأخر التغييرات بالشكل ده؟ والله هو ممكن برضو كان خايف برضو لان اللعيبه المصريه دايما بتوع بدنيا، فقال لك دولت برضو ممكن صلاح يبقى ممسوك شويه يغطي لما يهاجموا علينا باكتر من الاخر يعني سيبها ماشيه. فبس كان الافضل كان تريزيجيه كان يدي يروح فعلا، لو هو سليم وواثق فيه ان هو يدي، كان لو كان نزله كان فرق في الماتش ده جامد فعلا. بس كابتن محرم الناس كلها استغربت برضو من خروج امام عاشور اللي هو كان افضل لاعب من افضل لعيبه في المباراه. الفرقه كلها مش عايز اقول افضل لاعب في المباراه لان الفرقه كلها كانت كويسه، ولكن خروج امام عاشور، خروج حمدي فتحي مع الابقاء على مهند لاشين، يعني ناس قالت يعني مهند يقعد ومروان عطيه اللي عنده انذار يقعد ويخرج امام ويخرج حمدي، شايف ده ازاي؟ هو فعلا انا مؤيد التغييرات، ولكن امام عاشور هو الوحيد اللي كنت بشوفه بيسدد على المرمى، فوجوده ضروري، يعني ممكن يلطش لطشه زي اللي عملها ديت تخش جون في اي وقت، حتى لو مستواه ضعيف طول المباراه بيقدر يخلص الماتش. عملها كتير مع النادي الاهلي وعملها مع المنتخب في الشوط الاولاني. هدف طبعا من سوء حظه وقدم مباراه كبيره وكان موقف دوكو طول المباراه محمد هاني، ولكن هدف يعني هو زعل واحنا شفنا تاثره لحظه ان الهدف دخل. ناس كتير بتقول ان محمد هاني يتحمل الهدف، وناس تانية بتقول ان لا هو احسن لعيبه العالم بتتعرض لده. والله انا هتكلم على محمد هاني شويه كتار، دايما الناس تعترض عليه والناس تتكلم عليه وهو الراجل شغال. يا جماعة محمد هاني لعيب عالمي دولي، يا جماعة اللاعب ده مهما يبقى وحش بيجي في الماتشات الكبيرة بيبان انه كبير. اما الهدف اللي دخل منين؟ من قلب ال18. دي غلطة مين؟ المساكين والديفندر اللي قابل والباكين. يعني انت لما تتكلم على مثلا المساكين دول اخر ناس، طيب الجنبين اللي هو اليمين والشمال لو الهجمه بتترفع من يمه هناك، محمد هنا بيغطي على الباك اليمين وبيهاجم وبيلعب يعتبر مساك. لو رامي ربيعه موجود كان نزل بدري شويه كان ممكن، ولا هي لا ما انت لو اتكلمت الهجمه نفسها اساسا، انت لو بتقول مثلا محمد هاني، ما هو محمد هاني ايه دخله في الصندوق؟ بيغطي. فين الديفندرات بتاعتك؟ ما هي الهجمه جايه من النص مثلا، ما هو محمد هاني بصراحه مهدود. يا جماعه محمد هاني بيلعب كذا مركز مش مركز واحد في الماتش، يعني شفته بيغطي مع ديكو وشفته بيلعب هجوم معاهم، بيهاجم معاهم مع الهجم وبيدافع، حتى الجون اللي داخل غصب عنه، فراجل يعني كتر خيره لا يتحمله طبعا. نفس الكلام يا كابتن محرم، شايف محمد هاني يتحمل الهدف؟ على الاطلاق ما فيش اي مسؤوليه على محمد هاني. الكره جايه من ناحيه الشمال، الخطا ان هي تعدي من الباك الشمال وتعدي من المساكين، الاثنين مساكين المفروض او الديفندر كان هو يغطي على الكره دي. وما ننساش برضو مهاره لوكاكو، ده حاجه يعني يهد اي دفاع. وبعدين ما هو جرى، مجرد جريه في وسط 2 باكات ويزاحمهم على الكوره، دي مهاره. خد الكوره بجسمه
هستحوذ على الكوره، لخبط الاثنين المدافعين اللي وما ننساش كمان عشان نبرأ محمد هاني من الهدف، ده مش مكانه، ده راح يعمل اوفر، بيعمل مجهود زياده على اللي هو بيعمله، راح يغطي على زمايله، فرايح من مكان اليمين باقصى سرعه عشان يلحق الكوره خبطت فيه اعتباطيا يعني. احنا بس هي الفكره، احنا كان نفسنا المباراه يعني ما ينفعش ان مجهوده طوال المباراه يروح. كان نفسنا ان هو يخرج بكلين شيت. مصطفى شوبير، شايف مصطفى شوبير وتألقه وقياده حارس لسه صاعد واعد، خلاص مصطفى شوبير اتحط على السلم الكبار، وده يحسب لكابتن حسام حسن اللي قعد نجم كبير زي محمد الشناوي، خبرات كبيره، لعب كاس عالم قبل كده مع النادي الاهلي، بطولات ودوري ابطال افريقيا ودوري وكاس وكل حاجه. والله احنا متابعين مصطفى شوبير بقالنا فتره جامده، حتى لو هو احتياطي بنقول مصطفى كويس، لان فعلا في ناس كذبت في مصطفى برضه. في ناس كده بتحب تكذب الحاجه وتصدقها، يعني يقول لك ايه ده داخل الاهلي عشان نفوز ابوه مثلا. لا يا كابتن، انت وهو مش شرط ان ابوه يكون في قلب الاهلي ابن الحارس يبقى حارس. لا، مصطفى داخل بمجهوده، مش بان احمد شوبير اللي مدخله. مصطفى لاعب دولي، لاعب عالمي، بيغيب وبيرجع تاني من يومه. فاما حته ان هو داخل في هدف، طب ما بتاع ريال مدريد دخل في هدف، يعني ما بتاع بلجيكا اللي دخل في هدف. بنلوم عليه ان دخل لا، في هدف، يعني زعلانين ان هو ماشي، مش شرط هو عمل اللي عليه، يعني هو شال كوره كانت محققه بجون، كنت ممكن تخسر الماتش مش تتعادل، فهو حارس كبير. طبعا يا كابتن محرم، احنا طوال المباراه ضيعنا فرص كتير كتير كتير، فرص محققه. كنا طبعا وانا فاكر واحنا بنتفرج على المباراه انت قلت هنندم على الفرص دي ولازم نسجل، وكنت متضايق. احنا زعلانين لسبب، احنا لو كنا جبنا جون من الفرص ديت كنا وصلنا خلاص، هتتعادل ماتشين حتى اللي جايين وتوصل المهم كنا هنوصل فيها وصول ان شاء الله. ولكن دي زعل الجماهير ان احنا ما قدرناش خاصه كره امام عاشور اللي جلت من على رجله. عندنا تسديده مصطفى زيكو اللي كان متالق برضه، مصطفى زيكو ما ننساهوش، واحسب له جدا، وانه فاجئ الجميع بمستواه الرائع. وانا بشوف حملات غير مسبوقه من الاعلام والسوشيال ميديا على حسام حسن، وده يعني هذا شيء لا يصح. الراجل اختار اختيارات جيده وما نترصدش لاي خطا، كل اللاعيبه لعبت بشكل جيد جدا وكل الاختيارات صحيحه 100%. بالفعل يعني احنا شفنا الصحف العالميه بتشيد بمنتخب مصر وباداء لاعيبه منتخب مصر وبكابتن حسام حسن، الصحف المصريه والبرامج والجمهور والدنيا كلها فرحانه، ولكن نتفاجئ على السوشيال ميديا بقله. هي قله، ده هي دايما واخده اتجاه معين مع نفسها، هو المعارضه، هنعارض حلو وحش، احنا في سكه المعارضه. ناس طالعه بكل مفيش عقل مفيش منطق، يقول لك حسام حسن ضيع النقطه. لا يا سلام، يعني حسام حسن اللي بيلاعب بلجيكا التاسع على العالم وبعد ما قدم مباراه كبيره وهدف احنا اللي مدخلينه في نفسنا، ضيع المباراه ازاي؟ ويقول لك ده اخر التغييرات فتسبب ان مصر دخل فيها هدف. هم الناس ديت احنا طبعا ما بنحب، مش عايزين نتطرق ليهم وناخد وقت من وقتنا ونضيع عليهم، لان هم قله كده مدفونه بتحاول تبين نفسها وبتحاول ان الناس تتكلم عنها، اللي هو نركب الترند وخلاص، فمش هنتكلم عنهم. كابتن محرم، احنا قعدنا نتكلم قبل المباراه، قلنا ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه، ياسر ابراهيم ولا محمد عبد المنعم، ولكن اتفاجئنا كلنا كابتن حسام لعب حمدي فتحي. انت شايف ده ازاي؟ دي تثبت كلامنا انه حسام حسن اضرب لاعيبته، اضرب الموجودين معاه، واضرب مساعد. هو حمدي فتحي لاعب لا غنى عنه، يا اما ديفندر يا اما مساك، لانه انقذ مصر من اكثر من تسديده، يعني مميز فيها جدا. حمدي فتحي بيخلي المهاجم او اللي هيشوط بيقف على رجله، بيقف قدام رجله، صد كورتين او 3 امبارح، يعمل تاكلينج على رجل المهاجم، يعني انقذنا من كام تسديده قد تكون اهداف. يعني بالفعل وكان موفق، وده يثبت اللاعب يا جماعه لما المدرب بينزل لاعب والناس كلها تنتقده واللاعب يقدم مستوى مميز، دي ترجع للمدرب. من شهر، نرجع بس بالذاكره شهر كده قبل ماتش روسيا، كان يتوقع ان مصطفى زيكو هيكون اساسي قدام بلجيكا في كاس العالم. اتحدى اي حد ان هو يقول لي مصطفى زيكو كان هيلعب منتخب مصر، هيقعد دكه حتى.
فده تحسب لكابتن حسام حسن. كابتن سيد الناس كلها عارفه ان زيكو لعب، والناس كلها عارفه ان حمزه عبد الكريم لعب، والناس كلها شافت مهند لاشين في المنتخب وشافت حمدي فتحي مساك. كابتن حسام ايضا اللي جاب اسلام عيسى من المصري ولعبه اساسي وكان بيقدم دور كبير رغم الاصابه طبعا، اللي بنتمنى له السلامه وان شاء الله يرجع اقوى. شايف ده ازاي؟ وانتقادات حتى الان الناس بتنتقد رغم يقول لك ايه حسام حسن ما عندوش فنيات، هو حماسي بس. طب وبالنسبه للعيبه والاكتشافات دي ايه؟ دايما الشجره المثمره الناس دايما يعني تزقها، معروفه. فهم اللي عايز يطلع ترند لازم يعني يشتم او يتكلم او ينتقد اللاعب الكبير. حسام حسن تاريخه كبير جدا جدا جدا. حسام حسن انا راجل اهلاوي بس انا بشجع منتخب مصر حاليا. ليه بقى؟ لان حسام حسن لما بدأ وهو بيلعب وهو صغير في السن راجل مكافح ومنافس وقوي في اللعب، وهو لاعب وهو مدرب وهو كل شيء في الكوره. فهو تفكيره بقى جه ازاي؟ دايما اللاعب كبير بيختار دايما الصح. دايما اللاعب اللي عينه حلوه في الكوره دايما تلاقيه بيختار صح. يعني الكابتن حسن شحاته قالوا له انت واخد حسام حسن وهو بيعتزل ازاي؟ وجه في 2006 وصنع هدف وجاب هدف وهو اللي رفع الكاس لانه كان الكابتن. يعني شوف لاعب كان عنده كام سنه ورفع الكاس. مين السبب في دخولنا كاس العالم في سنه 90؟ حسام حسن. مين اللي جاب ضربه الجزاء؟ حسام حسن. مين اللي وصلنا حاليا دلوقتي؟ حسام حسن. يعني الكابتن حسام حسن احنا مش بنشيد بيه ان احنا عايزين منه حاجه، احنا بنشيد بيه لانه هو صح. فطالما الانسان الصح احنا بنمشي وراه ونشجعه. فهو مختار التفكير صح والقماشه اللي معاه صح. حتى لما جم يتكلموا في لاعيبه مثلا زي عبد الكريم، يعني قال لك ايه ازاي ان انت تجيب واحد مثلا صغير السن وازاي؟ طب ماشي يا باشا، هو الكابتن حسام جابه بناء على ايه؟ ان هو لاعب صغير ولا لاعب بيلعب في برشلونه؟ ما هو لاعب محترف. طب برشلونه اقتنعت بيه ولا ما اقتنعتش بيه؟ اقتنعت بيه. طيب لما هي جابته مثلا لما هو نزله في اخر ربع ساعه ايه اللي حصل؟ بدا يضغط من تحت ومن فوق ويهاجم. راجل بيخش قوه جسمانيه جامده، مهاجم ده انا متفائل له ان هيعدي الكل. مش حمزه بس، يعني مش وليد الصدفه، مش لاعب واحد بس. ما احنا في امثله كتير. يعني يا كابتن محرم في امثله كتير زي ما الكابتن سيد بيقول. هو حسام حسن من يومه هو نجم وعنده رؤيه وعنده وراجل شفناه مع منتخب الاردن عمل هناك طفره لما كان بيدرب الاردن ويدرب انديه كتير ما خدش بطوله قبل كده عشان هم ماسكين له حته ان هو ما خدش بطوله، ولكن هو الراجل بيشتغل وبيأدي وحتى الان ناجح حتى في التصفيات مع منتخب مصر. علامه كامله. واحنا لما كروش جه مصر مدرب كروش واكتشف كام لعيب وابهرنا بهم، كلنا انبهرنا بهم. قلنا ده كروش بيصنع نجوم وبيصنع لعيبه زي احمد رفعت وزي عمر ما كناش نسمع عن الناس دي خالص، وكانوا بيلعبوا اهلي وزمالك وفي الدوري. الوقت نفس الطريقه ونفس المدرسه مش على حسام حسن ابن مصر، ان هو بيصنع لاعبين، بيكتشف لاعبين كانوا غايبين عننا زي اسلام عيسى، زي حمزه عبد الكريم، زي هيثم حسن ومهند لاشين. احنا ليه بنعيب بقى على حسام حسن؟ كنا بنشيد بكروش لما عمل كده. فالراجل بيكتشف لنا نجوم زي لؤلؤ، زي الماس، نجوم هيفيدوا مصر. يعني تخيل ان لعيب عنده 18 سنه واتجرأ انه يلعب ماتش كاس عالم وماتش افتتاحي لفريقه امام بلجيكا، يبقى بعد سنه واتنين هيبقى عامل ازاي؟ جرأته على الماتش هتبقى عامله ازاي؟ لا خبرته هتبقى عامله لما يلاقي نفسه اول ماتش دولي بيلعب في وسط نجوم عالميه، نجوم تصنيف رقم 9 على العالم. وانا شايف كمان ان اداره النادي الاهلي بدات تغير من النهج بتاعها، بدات تصدر الناشئين اللي هم الموهوبين على اوروبا وتبيعهم، عشان كانوا بيتهموا الاهلي الاول يقول لك ايه ده بيقتل اللاعبين، ده بيعمل، ده ما بيخرجش ناشئين، ده ما بيخرجش المواهب بره، بيقتلهم بيدفنهم. فالنادي الاهلي خرج لاعيبه كتير جدا ومنهم 3 السنه دي، غير بقى في ناس عاملين معايشه احنا لسه ما عرفناش عنهم حاجه، وناس عامله معايشه عندها 15 و17 سنه من النادي الاهلي. فدي طريقه جديده ومدرسه جديده الاهلي ماشي عليها زي فريق اياكس الهولندي بالظبط. وكابتن سيد يعني بيتكلم بيقول ان حمزه كمان لعب 18 سنه نازل مكان كابتن المنتخب محمد صلاح النجم العالمي الكبير، وثقه وانهي ثقه واي جراءه وانهي خبرات كاس عالم قدام بلجيكا تحسب لكابتن حسام. لان حمزه لو اخطا واتحرق
اللي هيشيل المشاريب كابتن حسام، فده مدير فني فاهم هو بيعمل ايه، ومدير فني عارف هو بيعمل ايه. الناس دايما تقول لك ايه، اصل الكابتن حسام بينزل يسخن اللعيبه وينزلهم. لا، الكابتن حسام عنده خطط، اللي محدش فاهمه عنده خطط. يعني انت لو بصيت على الجون شفت اللمسه جايه ازاي، شفت امام عملها ازاي، ده عنده خطط. شفت انت بتغطي على اللعيبه ازاي من ورا، شفت محمد هاني غطى الراجل ازاي. ايوه، فانت لو بصيت هو عنده خطط وعنده رؤيه وفاهم هو بيعمل ايه. كابتن محرم، شفنا حاجه جميله قوي بعد مباراه مصر، كانت مباراه السعوديه. وشفنا طبعا دايما في مباراه كاس العالم النظام الجديد بيتحط العلمين بتوع المنتخبين على ارض الملعب، ولكن شفنا علم السعوديه ورمز الجلاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يا ريت نصلي عليه كلنا، اترفع من على ارض الملعب. دي حاجه جميله، شايفها ازاي؟ حاجة يعني لفتة ممتازة، لفتة كريمة جدا من المنظمين. شايف الدول العربية والإسلامية مشرفينا في كل شيء في البطولة دي ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. وشفنا كاب فردة أو الراس الأخضر عملت نتيجة هايلة جدا بالتعادل مع اسبانيا، حاجة رائعة. ما كانش حد لو جبت واحد من يتوقع أو يتخيل النتائج دي ما نلاقيش حد كان يتخيلها يعني. هو بالفعل حتى الان الفرق العربيه والافريقيه مشرفانا، يعني بخلاف السنغال طبعا وتونس، يعني ان شاء الله يتفادوا الموضوع المباريات القادمه باذن الله، ولكن الباقي مشرفينا. لسه الاردن ما لعبتش، قطر قدمت مباريات كبيره، المغرب، مصر، كوت ديفوار عملت مباراه هايله وكسبت 1-0. فحتى الان الفرق الافريقيه والعربيه مقدمه اداء هايل. كابتن سيد، عايزين ناخد تقييم الفرقه سريعا كده، يعني هسألكم لاعب مصطفى جوبير تديله كام من 10؟ 10/10. كابتن محرم 9/10. طيب محمد هاني 10/10. كابتن محرم 10/10. كله ياخد 10 من 10. طيب ياسر ابراهيم 10/10. كابتن محرم 8/10. تمام. حمدي فتحي حمدي فتحي 10/10 لانه الجندي المجهول. حمدي فتحي 9/10. طيب ناخد بقى احمد فتوح. احمد فتوح 9/10. كابتن 8/10. امام عاشور. امام عاشور 10/10. 9/10. امام عاشور جايب جون وواخد رجل المباراه. قالش كانت هتخلص الماتش. وجهة نظر كابتن محرم وهي فنيات وفنيات. لو صبر على الكرة الثانية ديت كان حطها جون، كنا ادينا له 20/10. تمام. مروان عطية. مروان عطية يعتبر برضه جندي مجهول، نديله 10/10. مروان عطية كابتن 8/10. 8/10. مهند لاشين 7/10. مهند لاشين لا، نديله 8/10. 8/10. اه تمام. محمد صلاح 9/10. محمد صلاح 9/10. اسيست طبعا محمد صلاح في الهدف امام عاشور. طيب عمر مرموش نديله 8. لا، هو تأثيره ما كانش هو عمر مرموش اللي احنا عارفينه، فهو عمر مرموش فاجئنا بمستواه. وبقاله فتره بيقف على الكوره، مش هو اللي كنا منتظرينه. يعني كان رأيي لو ان تريزيجيه خد وقت في المباراة كان هيفرق كمان شوية، لان لعب تريزيجيه اجابة على الجون، حماسي اكتر، كان سليم مش حاجه منعاه. بيستموت على الكرة اكتر. عنده خبرات، من اكتر اللعيبة اللي عندها خبرات في منتخب مصر حتى الان مع الشناوي. المفاجأة زيكو نديله 9/10. زيكو 9/10. لا نقف لكم بقى كابتن زيكو 9/10 لجرأته في المباراة في اول مباراه لعبها في كاس عالم، وطالع من يعني لاول يعني لعيب ما عندوش خبرات في الفريق في المنتخب كتير، فانا بثنى على ادائه في مباراه تعتبر الاولى له في كاس العالم. رامي ربيعه نزل نزل يعني هديله 5/10 على الجهد اللي نزل او الوقت البسيط اللي هو لعبه يعني. كابتن سيد رامي ربيعه 6/10. 5 و6. ماشي. كريم حافظ برضه نفس يعني هديله 4/10. 4/10. كريم حافظ لا، اديله 6. 6. لان انت ما جربتوش وكان الوقت قليل، فانت لازم كنت اديت له اكتر. لا احنا عايزين اداؤه في الملعب ياخد 6. اداؤه في الملعب هو لحق يلعب. طب 6 بناء على ايه؟ على انه نزل 6 عشان نزل.
طب والله يعني احنا بندي التقييمات 6 عشان بينزل أيوة. الملعب بس؟ ايوه ان هو يضغط او كده. وجهة نظر. انا كابتن سيد، انت شايف ده ازاي يا كابتن محرم انه ياخد 6 عشان نزل الملعب؟ هو ده رأيه، راجل مدرب وراجل لاعب كورة، وده رأيه يحترم يعني. خلي بالك. ما اقدرش اعقب على رأيه. لكن انا شايف برضو في لاعيبة تانية زي ابراهيم عادل لم يختبر. لسه جاي لك في ابراهيم عادل. ابراهيم عادل ياخد كام؟ لا لم يختبر على فكرة، دي اللي انا احجب عنه الدرجة، لانه لم يختبر. انا كنت حاطط في امل لو يلعب دقيقتين هينزل يغير، فخيب املي شوية ابراهيم عادل. يعني صفر. لا ما يعني حجبت عنه الدرجة يعني. هو كابتن محرم يعني مش عايز يعني ايه يسود الليله طالما الدنيا ماشيه، فيعني ايه بنعفيه من السوق من تقييم ابراهيم عادل. ابراهيم عادل يا كابتن سيد، هو التقييم اللي انا قلته 6 من 10 على اللاعب اللي فات لسبب واحد، ان اول مره ينزل كاس عالم قدام جمهور، بطوله محققه، بطوله عالميه، فنازل ما عندوش الرهبه اللي هو ايه يخاف، فنازل مش همه. فعشان كده انا بديله التقييم ده على بناء اللي انا شفته كنفسيا مش كلاعب، لان هو ما لحقش يلعب. اما ابراهيم عادل كريم حافظ. اما ابراهيم عادل لاعب دولي، لاعب في المنتخب كذا مره، فكان المفروض حتى الضغطه بتاعته تبقى قويه، تبقى حتى هو نازل عايز اعمل حاجه. يعني ياخد عايز كام؟ اديله 5 من 10. ابراهيم عادل 5 من 10. طيب حمزه عبد الكريم ده بقى انا اديله 7 من 10 او 8 من 10 لسبب. يستاهل. لا لاعب صغير ونازل في الاجواء والانبهار العالمي ده، وبيشاكس وجرأة ونزل وجرى وعمل هجمات وضيع فرصه يعني، فهو اديله 8 من 10. حمزه عبد الكريم يا كابتن سيد، انا اديله 10 من 10 لسبب واحد، ان لاعب صغير السن. بتوزعهم هدايا. ايوه لاعب صغير السن، لاعب اول مره يشوف الجمهور، اول مره يخش كاس عالم. يعني لما تيجي تحكم على اللاعب زي ده، دخل في كوره بين اتنين، لو لاعب دولي مش هيعمل زي اللي هو عمله. لا هو قوي ايوه، فهو لما تيجي تحكم عليه في كوره زي دي لازم تديله 10 من 10 في كوره زي دي بس. يعني حتى لو اتكلمت على عماد متعب والناس دي، تلاقي هو خليفه منهم، من حسام، من عماد، من الناس التقيله. يعني 10. 10 من 10 طبعا. طيب. اديله وقت وانت هتعرف ان كان 10 من 10. زيزو طبعا هديله 8 من 10 لسبب واحد، لانه هو نازل في وقت برضه لاعب دولي وعمل اوفر، بس رجله ما كانتش في الملعب، فهنديله ال8. زيزو يا كابتن. هو زيزو عشان يتألق على فكره انا واخد عايز وقت، فانا باخدها على زيزو. زيزو مش من اللعيب اللي ينزل في 5 دقايق و10 دقايق يفرق زي جده بس كده. هو عمل كوره اللي هي لعب زي جده كان بينزل يفرق. الكوره اللي احنا اعترضنا عليها زيزو ما فيهوش المهارات دي في ان هو يتأقلم على المباراه في الاول، يبدا ينتج، لان انتاجه على فترات، بيستحوذ، بيحب الاستحواذ، بيكشف الملعب، فبيحتاج وقت اطول عشان يبان. فانا اديله 7 من 10. 7 من 10. والله هي دي تقييمات، وكل واحد وله وجهة نظره، والكباتن مش عايزين يبخسوا حق حد، وبيشجعهم وبندعم. وزي ما احنا قلنا لكم من اول حلقة، احنا هنا بندعم المنتخب وفي ظهر المنتخب. طالما المنتخب ماشي كويس احنا في ظهر المنتخب وهنشد بالمنتخب. المنتخب هيبقى مش كويس هنطلع وهننتقد، وزي ما انا قلت لكم في اول الحلقه، لا ناقه ولا جمل لينا. احنا هنا بنقول اللي يرضي ضميرنا من قلبنا ومن لساننا عليكم على طول. ما حدش بيقول لنا قولوا حاجه ولا حد بيوجهنا، فالناس بتقول اللي من قلبها، والناس شايفه ان كل لاعب يستاهل الدرجه اللي هو خدها. فبنتمنى التوفيق ليهم طبعا في اللي جاي، وان شاء الله اللي ما كانش كويس المباراه ديت يكون كويس المباراه اللي جايه، واللي كان كويس في المباراه ديت يقاتل في المباراه اللي جايه برضه. وهي دي الحاجه الحلوه اللي كابتن حسام عاملها، واللي هفضل اقولها واشيد بيه دايما، بيدي حماس ومدي روح ومرجع شخصيه المنتخب وهيبه المنتخب. منتخب مصر اللي بقى بيجاري اكبر منتخبات العالم على ايد الكابتن حسام حسن. طبعا احنا قيمنا الفريق كله بالبدله بالناس اللي نزلت، ولكن اللي محتاج يتقيم وعلى راس المنظومه كابتن حسام حسن. كم من 10؟ انا اديله 10 من 10. هو ابراهيم حسن والجهاز الفني ككل، اللي والجهاز الاداري. وانا شايف ان ما اثروش في حاجه، شايف ان هم ما شاء الله عليهم، وربنا يوفقهم، لان هم اللي معاه ربنا ما يخافش. فهم ان شاء الله ربنا معاهم، وان شاء الله هيحققوا نتائج مبهره لمنتخب مصر. كابتن سيد حبيبك واللي بتموت فيه من بعد المباراه كابتن حسام حسن. الكابتن حسام حسن اديله 10 من 10 كالروح، كالبدن اللي هو غير في الملعب، كشكل،
كل حاجه نديله 10 من 10. وطبعا الكابتن ابراهيم طبعا نديله 10 من 10 عشان ما ننساهوش، لان اللي موفر برضو كل حاجه للكابتن حسام الراحه وكل حاجه الكابتن اكيد ابراهيم لان المساعد بتاعه. بالفعل هم كابتن حسام وكابتن ابراهيم والجهاز الطبي والجهاز الاداري واللعيبه وجمهور مصر اللي اللي حضر المباراه وشجع منتخب مصر، الكل يستاهل التحيه والكل يستاهل الاشاده. بنتمنى لهم التوفيق. المباراه القادمه امام نيوزيلندا هتكون الساعه 4 صباح الاثنين، 4 يوم الاثنين عشان بس اللخبطه، عشان الناس بتتلخبط. يعني يوم الاحد يوم الاحد هنسهر لحد الفجر. المباراة ان شاء الله ستقام في 4 اثناء صلاة الفجر يوم فجر يوم الاثنين، فجر يوم الاثنين، يوم الاحد بالليل في السهر. يعني الناس هتتعشى وتصلي العشاء وتنام، تقوم اللي تصلي الفجر ويتفرجوا على الماتش في صباحية يوم الاثنين ان شاء الله. ويدعوا للمنتخب انه يحقق نتيجة، اي نتيجة ان شاء الله بالفوز. ما لا بيدنا 4 ودقيقتين ساعة انطلاق المباراة على طول، هيكون انطلاق الفجر يعني. الناس تدعي بقى في صلاتها للمنتخب ان شاء الله يحقق النتيجة ونتيجة الفوز عشان نضمن الصعود بإذن الله. كابتن محرم وجهنا نقطة مهمة جدا، هي المباراة هتبتدي زي ما كابتن محرم قال 4 ودقيقتين، والمباراة تبتدي 4 والفجر 4 ودقيقتين، فيعني مش هيحصل حاجة لو ضيعنا أول ربع ساعة في المباراة عادي يعني، ونصلي الفجر يا جماعة وندعي عشان ربنا يكرمنا وفي حياتنا عامة وفي المباراة بشكل خاص. ولا يا كابتن سيد؟ والله ان شاء الله ندعي للمنتخب ونقف جنبه، واهم حاجه الصلاه طبعا، لان الصلاه اهم حاجه. عشان يعني حرام، هيبقى حرام قوي يعني لما نبقى قاعدين كلنا قدام القهاوي وسايبين صلاه الفجر. فنصلي الفجر ربع ساعه وهنرجع نلاقي ان شاء الله المنتخب كسبان 3-4 نفرح كلنا. واحنا زي ما قلنا لكم وزي ما دايما بنوه موجودين معاكم قبل كل مباراه وبعد كل مباراه. دي كانت الحلقه الثانيه لينا من صالون الصالحين في المونديال، هنكون معاكم في الحلقه الثالثه ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. الحلقه هتكون الساعه 7 المغرب، هتكون موجوده على صفحاتنا على السوشيال ميديا. يوم الجمعه باذن الله الساعه 7 هنكون معاكم موجودين بنحلل مباراه نيوزيلندا، نقاط القوه نقاط الضعف، التكتيك، الخطه، التوقعات زي ما دايما متعودين مننا. وقبل ما انهي حلقتي انا عايز اشكر طبعا ضيوف الكرام كابتن محرم الوي، بشكرك شكرا جزيلا على حضورك معانا ومعلوماتك القيمه. احنا اللي بنشكر حضرتك انك انت بتتاح الفرصه لان احنا نحلل برضه الناس تسمع وتشوف، واحنا راينا مهما كان طبعا في ناس احسن مننا كتير، ولكن احنا بنشكرك انك بتدينا الفرصه للظهور والتحليل على منتخبنا القومي. كابتن سيد بشكرك شكرا جزيلا على اولا استضافتك لينا في صالون الصالحين، ثانيا على حضورك معانا في الاستديو التحليل. اشكرك يا كابتن اسطوره، واشكر الكابتن محرم لانه افادنا بمعلومات كتيره، وانت بسم الله ما شاء الله اسئلتك شيقه ومتنوعه، والكابتن محرم برضو اجاباته مختصره والحمد لله وربنا يوفقنا. تاني هرجع واقول لكم المباراه ان شاء الله الساعه 4 فجر الاثنين، يعني يوم الاحد بالليل هنسهر نصلي الفجر نتفرج على المباراه باذن الله، نكون موفقين وباذن الله منتخب مصر يكسب. ومعلومه برضو ان شاء الله اذا فزنا المباراه القادمه امام نيوزيلندا سنتاهل رسميا يعني خلاص، وهنستنى المباراه الاخيره طبعا امام ايران لتحديد بقى المراكز، وان شاء الله نصعد اول المجموعه. عايز انوه برضو عن حاجه مهمه، محل زاد الاخوه للمجمدات قال طبعا بعد الاداء المشرف لمنتخب مصر ولاعيبه منتخب مصر والجهاز الفني بيحييهم وبيحيي ضيوفنا طبعا. كابتن سيد قال لي اوصل لهم التحيه للكابتن سيد حسن وكابتن محرم الوي وكابتن احمد ابراهيم وكابتن احمد ابراهيم الاسطوره، كل ضيوفنا في البرنامج، وبناء عليه بيحيي جمهور مصر وجمهور البرنامج بشكل خاص، وبيقول لهم جايزه التوقعات اللي هيتوقع طبعا منتخب مصر هيصعد في المركز الكام في هذه البطوله، يعني منتخب مصر هيصعد اول ولا تاني ولا تالت، له بطايه هديه من زاد الاخوه بيضحي، ولسه مسابقات ولسه توقعات مكمله معاكم الفتره الجايه. بشكركم وانتظرونا ان شاء الله مكملين معاكم، والى اللقاء. صالون الصالحين في المونديال مع الأسطورة، صالون الصالحين في المونديال مع الأسطورة، صالون الصالحين في المونديال مع الأسطورة، صالون الصالحين في المونديال مع الأسطورة. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين
ومؤمنين